دكتور برادة رئيس مؤسسة التراث الموسيقي المغربي. احنا اليوم تنختموا هذا المهرجان في الدورة ديالو الأولى، وكيف لاحظتوا لقى نجاح كبير من طرف الجمهور البيضاوي. كيف شفتوا بأن كان البرنامج متنوع تيتناول كثير من الأساليب التراثية المغربية. بدينا بالموسيقى الكلاسيكية مع الأغاني الخالدة، زدنا فيزيون ما بين قناوة والعيطة، واليوم شتيو كانت سهرة روحية تجمع فيها عيساوة والفرقة ديال جيجي لالا. سي براد، حنا غنسولك واحد السؤال اللي ربما الأغلبية كيسولوك، الميزة ديالكم اختاريتي التراث المغربي الأصيل، جيجي لالا، نصر غيوان، قناوة، حبوك المغاربة. هذا هو اللي حنا كنحبوا، كنحبوا تمازيغت. هو اليوم مهرجان طلع احسن من العام، من السنه اللي فاتت. يعني واش هذه تجربه، واش شنو خديتوا؟ لا ماشي تجربه، حنا عندنا برنامج. حنا في المؤسسه غادي نحاولوا نساهموا في تطوير جميع اساليب التراث الموسيقي من الشمال الى الجنوب. وتتعرفوا بان التراث الموسيقي المغربي تبارك الله جيد متشعب وكثير، اشكال كثيره، ما يمكنناش في مهرجان واحد نناولوا جميع الاشكال، ولكن نتوعد الجمهور بان ان شاء الله في الدوره المقبله غادي نديروا اساليب اخرى مثل الموسيقى الحسنيه ديال الصحراء ديالنا، احواش، احيدوس. وغادي نشاهدوا حتى في هذه الناحيه الطقطقه الجبليه. هذه شهر ولا شهرين درنا عاوتاني الحضاره الشاويه. اذا حنا غادي نحاولوا ناخذوا كل اسلوب من الاساليب ديال التراث الموسيقي وندرسوه ونحاولوا نساعدوهم باش التراث ياخذ المكانه ديالو اللي تيستحقها في العبارات الثقافيه ديال المغرب وعلى الصعيد العالمي. خلينا في السؤال ديال الثقافه. هو كان عندكم ابداع، حاولتوا استاذي الدكتور ديروا واحد الكتاب ربما غادي يحاول يهضر على التراث المغربي الموسيقي، وانتم عارفينكم تبارك الله استاذ كبير دكتور في العلم في الموسيقى. هذا كلمه في المشاهد ديالك وفي الكتاب اللي كنتي غادي تصاوب. اولا اسمح لي، انا ماشي دكتور في الموسيقى، انا دكتور في الطب، ولكن مولوع بالموسيقى، ولكن للتصحيح. ولكن انا تنقول لك انا ما تنخدمش بوحدي، تنخدم مع واحد مجموعه من المختصين من الناحيه السوسيولوجيه الموسيقيه التكنيك، وحنا مجموعه ديال الافراد اللي محبين التراث الموسيقي، وكل واحد فينا عنده مهمه اللي تيدرسها، اللي حد يحاول يدرس التراث الموسيقي. وهذا الشيء بمسانده السلطات العموميه ومسانده السبونسور ومساندة المحبين. اذا ما كانش المسانده ديال هاد الناس ما غادي نديروا والو. كنرجع لك السؤال اللي كنت سولت فيه، واحد ما نطلقش معك شحال هذه واحد 50 هذه، كنتي قلتي لي الموسيقى كتزرع الروح في الذات. هذاك الشيء دكتور تبارك الله كتفهم في الموسيقى، لان تبارك الله غني عن التعريف. هذا هو اللي بغيت نوجه لك، يعني ختام تقول الناس الجمهور ديالك السنه المقبله ان شاء الله في المهرجان. انا الجمهور ديالي تنقول له حنايا غادي نشاهدوا وغادي نعملوا وغادي ننظموا العمل باش اولا نزيدوا بالتراث ديالنا الموسيقي ونزيدوا بالفنان ديالنا الموسيقي ونعطيو هذا التراث للشباب ديالنا. لان هذا نختموا، تزامنت المناسبه مع عيد الميلاد ديال مولاي الحسن، شي كلمه في حقه ديال 20 عام اللي ربما غنشوفوا تماما. هو مولاي الحسن الله يحفظه، هو غادي يعطينا حتى هو المثال ديال الشباب المغربي اللي تيحب الوطن ديالو وتيحب التراث ديالو، ولان التراث هو اصاله ديالنا، ورجع الى الاصل لازمنا نحافظوا عليه. صحيح. شكرا جزيلا لك. الله يحفظك، ميرسي، تبارك الله عليك. الى اللقاء. شكرا.